لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك ليصلكم كل جديد. لاعبو المنتخب المغربي للناشئين، سنصحح أخطاءنا ونسعى إلى الفوز على أمريكا لإسعاد الجماهير المغربية. قبل ما نبداو ما تنساوش دعمونا بالاشتراك ديالكم في القناة. تحدث لاعبو المنتخب المغربي عن المواجهة المرتقبة أمام الولايات المتحدة الأمريكية بعد غد الجمعة. وقال وليد بن صالح في التصريحات الصحفية: إن شاء الله تمر مباراة بشكل جيد، والمكلفون بتحليل الفيديو سيطلعوننا على نقاط قوتهم وضعفهم. سنعمل على تصحيح أخطائنا، ونشكر الجماهير المغربية على دعمها، ونعدهم بأننا سنبذل كل ما في جهدنا وسنسعى لإسعادهم. ومن جهتهم قال وسيم درداك: لم ندرس المنتخب الأمريكي بعد، لكن سنستعد لهم جيدا. مباراة كاليدونيا الجديدة سمحت لنا بالاستعادة بعض الثقة، وسنستفيد منها في اللقاء المقبل أمام الولايات المتحدة. لم نأتي إلى هنا عبثا، ونسعى إلى تحقيق أفضل نتيجة ممكنة والفوز بالمباراة. واختتم قائلا: أشكر الجماهير المغربية، فهم مصدر قوتنا ويعتبرون اللاعب الثاني في الفريق. حضورهم يمنحنا دافعا كبيرا داخل الملعب. شكرا جزيلا لهم، وسنواصل العمل لتحقيق أفضل ما يمكن في المباراة القادمة.